الخبر نزل كالصاعقة على خناس بنت مالك، وكانت صدمة كبيرة جدا. يعني لو كانوا قالوا لها ابنها مات كان يمكن وقع الصدمة هيكون أقل وأسهل عندها. أول ما شافت سيدنا مصعب ابن عمير لطمته على وشه، ضربته على وشه بالقلم ضربة قوية جدا. الضربة كانت قاسية جدا على سيدنا مصعب، لأن كانت من المرات الأولى اللي أمه بتقسو عليه فيها، ولكن الضربة زودت وشه جمال وبهاء، لأن هو خلاص قلبه ووجهه ممتلئين بنور الإسلام والإيمان وحب النبي صلى الله عليه وسلم. أمه ضربته كتير، عذبته، حبسته في البيت وربطته بالسلاسل في ركن أحد أركان البيت عندها عشان خاطر ما يخرجش خالص وما يلتقيش أبدا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عشان خاطر تجبره إن هو يرجع تاني للدين بتاعهم. بس هي ما عملتش كده في تفكيرها، هي ما عملتش كده كرها في ابنها أو كرها في النبي، لكن هي كانت خايفة على ابنها من سخط الآلهة وغضب الآلهة إن ممكن تعذب ابنها أو تعمل فيه حاجة وحشة. ده كان اعتقادها وده كان اللي هي بتفكر فيه. كان معظم كفار قريش بيفكروا بنفس الطريقة، وكان لما أولادهم يدخلوا في الإسلام كانوا بيعذبوهم بنفس الطريقة، الحبس وتقييدهم وربطهم في حتة في البيت ويدخلوا لهم الأكل والشرب كأنه سجن أو كأنهم مسجونين بالظبط، عشان خاطر ما يطلعوش ويسمعوا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. طب الوضع ده استمر كتير؟ لا، الوضع ده ما استمرش كتير. بدأت رحلات الصحابة إلى الحبشة لنشر الإسلام في الحبشة. الحبشة اللي هي حاليا المنطقة اللي فيها إثيوبيا في قارة أفريقيا، وكانت بتفصلها عن قارة آسيا البحر الأحمر. المهم سيدنا مصعب ابن عمير استغل الفرصة وهرب مع بعثة من المسلمين، مع ناس من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رايحين إلى الحبشة، وساب بيت أمه وراح مع أصحابه. سيدنا مصعب ابن عمير كان عقله كبير قوي، وكان حابب الإسلام قوي، وكان بينشر عن الإسلام كتير، وكان بيبلغ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بكل صدق. وفضل سيدنا مصعب ابن عمير رايح من الحبشة وراجع على مكة، رايح الحبشة وراجع على مكة كذا مرة، عمل الموضوع ده كذا مرة، ولكن ما كانش بيحاول يواجه أمه أبدا. المهم سيدنا مصعب ابن عمير وصل مكة وداخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن بشكل مختلف تماما. سيدنا مصعب ابن عمير اللي كان بيدخل بثوب جديد وريحة عطر جميلة جدا، واللبس اللي بيروح بيه النهاردة ما بيروحش بيه بكرة، بيغيره بيلبس حاجة جديدة، داخل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بثياب مقطعة، بهدوم متقطعة وهدوم مترقعة متخيطة وفيها تقطيع، وده مش لبسه أبدا. بعض الصحابة لما شافوه بكوا وقالوا ده حال مصعب ابن عمير، ده مصعب ابن عمير اللي كان بيخش شكله شيك وجميل، ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم شاف المشهد، وشاف المشهد بتفكير النبي صلى الله عليه وسلم المختلف عن تفكير أي حد من الصحابة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمات جميلة فيما معناها إن ده مصعب ابن عمير اللي ساب العز وساب الفلوس وساب المجوهرات وساب البرفانات والعطور، واختار الله ورسوله، اختار الإسلام، اختار الحق، ضحى بكل الثروة دي كلها عشان خاطر الدين، وعشان خاطر نصرة الدين، عشان خاطر انه يكون جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعشان خاطر انه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس سيدنا مصعب والناس اللي كانوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا الدين الإسلامي غالي قوي، ودفعوا كتير قوي عشان خاطر يكونوا مسلمين. وللأسف الشديد في ناس كتيرة جدا بيجيلها الإسلام على طبق من ذهب، ولكن بيضيع من بين إيديها. ربنا يجعلنا دايما من الناس اللي بتحافظ على النعمة وبتحافظ على الدين الإسلامي وتديله قدره. النبي صلى الله عليه وسلم حاول يشرح لأصحابه الموقف اللي فيه سيدنا مصعب، وإن هو ضحى بكل ده عشان خاطر الإسلام. أمه طبعا منعت فلوسها ومنعت أكلها وشربها وثروتها إنها تديها أبدا لسيدنا مصعب ابن عمير إلا لما يرجع عن دين الإسلام
ويروح تاني يعبد الآلهة اللي هي متعودة ان هو كان بيعبدها معاها، ويعبد الأصنام عشان خاطر ترضى عنه وتديله فلوس. ولكن سيدنا مصعب مرضيش ورفض تماما ان هو يرجع في الدين اللي كان دين الضلالة ودين الباطل. أمه كانت قوية جدا ورافضة خالص إن ابنها يفضل في الدين الإسلامي، ودي كانت قوة شديدة جدا من أمه إنها مش عايزة تآمن بالدين الجديد ومش عايزة ابنها يكون كمان مسلم. والناحية التانية سيدنا مصعب ابن عمير مش عايز يسيب الإسلام حتى لو كان على حساب اللبس والثروة والفلوس والعز، لأن هي منعت منه كل حاجة وضغطت عليه عشان خاطر يسيب كل ده ويرجع لها، ولكن رفض. آخر مرة قابل فيها أمه اللي ودعته فيها وهو كمان ودعها، لأنه حس إن أمه كل شوية بتسلط عليه واحد من أقوياء مكة عشان خاطر يكتفه ويجيبه لها البيت. فقال لأمه لو بعتيلي أي حد تاني عشان خاطر يمسكني أو يقبض عليا ويرجعني ليكي تاني أنا هقتله. كان هو قوي جدا سيدنا مصعب ابن عمير. في اللحظة دي أمه عرفت عزمه وعرفت حقيقة كلامه وصدق كلامه إن هو مش بيكذب، لأن هي مربياه وعارفاه كويس جدا. فقالت خلاص، ودعته وقالت له مع السلامة، وقال لها مع السلامة. كل واحد راح في حتة. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهت قصة سيدنا مصعب مع أمه في اللحظة دي، وهنروح بقى لحظات حاسمة ولحظات قوية جدا ومهمة جدا في حياة سيدنا مصعب ابن عمير. النبي صلى الله عليه وسلم عرف إن هو لازم يهاجر المدينة، لأنه فعلا كان في استحالة للبقاء في مكة في ظل كل المعاناة اللي عاناها المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فالنبي قرر إن هو يتجه إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يختار سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، عايز يختار حد يروح المدينة يمهد لقدوم النبي وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكان ده تحدي كبير جدا لسيدنا مصعب. كان في ناس أكبر منه سنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في ناس أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم في درجات القرابة ودرجات الصداقة وحاجات كتير. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا مصعب ابن عمير. اختار النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب لأنه عارف أن مصعب ابن عمير قد المهمة. مهمة مش سهلة، ده هيكون سفير النبي صلى الله عليه وسلم وسفير الإسلام وسفير الله سبحانه وتعالى في منطقة لسه هيروحها النبي صلى الله عليه وسلم. وفشل سيدنا مصعب ابن عمير فيها كانت هتبقى مشكلة كبيرة جدا. ولكن النبي عارف رجاله كويس وعارف هو بيختار مين. اختار واحد عقله ذكي، تفكيره كويس، واحد معجون بمية الإسلام، واحد ضحى بكل حاجة غالية في حياته، أمه والثروة والعز والبيت والهدوم والبرفانات والحياة الجميلة البذخ ده كله عشان خاطر كلمة التوحيد وعشان خاطر الدين الإسلامي. وفعلا أثبت سيدنا مصعب ابن عمير إن هو قد المسؤولية واستحق لقب سفير الإسلام، سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم.